هذا الحارس حقهم ولا الله يحييك. مرحبا هلا عبد العزيز حريم يوسف يوسف عبد الله علي يا مرحبا يا علي خميس سمع الشيء طويل مبالغ علي يا مرحبا هلا بالشباب خالد محمد هلا بالشباب هلا بالشباب سالمين هلا بالشباب الله يحييك هلا بالشباب يا مرحبا ما شاء الله الله يحييك يا شباب فرصة طيبة والله لقاء مرحبا هلا بالشباب محمد بيت طويل هلا هلا فيصل خليل هلا يا فيصل يلا يا الشباب يا مرحبا أنا جاي محترف جديد ألعب معك أنا صراحة لعبت مع نادي الشباب وبعدين زعلوني ونقطة واحد يدور مشاكل عاد الله يسلمك شباب حقكم والله يجزيهم خير أخوي عبد الله أنا والإخوان جميعا جزاهم الله خير اللي شرفوني والله بلقائكم وأنا تابعتكم بعض الأشياء ودخلت مسند أيضا وشفت بعض الأخبار عن النادي وعسى الله أن يوفقكم ويحفظكم. ما أدري تقول نجلس ولا ناقف نسأل عبد الله الشور عندك نحن جاهزين. يلا نسولف معهم ونطلع بالقاعة يلا القاعة ننسى يلا توكلنا على الله. شلونك يا عم؟ طيب أقول ما شاء الله كان هذا أكبركم معنا كلكم يعني شباب جدا. وصلت 30 ولا بعد؟ ما الله يرحم عليك صح حبيبي ما شاء الله مبارك عليك واحد بعد اللي ناخذ شوي يعني لا تفضل شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا شباب أنا والله سعيد جدا باللقاء وأدري أنكم جئتم للنادي لأنكم تمارسون التدريبات التي تمارسونها كل يوم فحبسكم في هالمكان وجلوسكم أمامي أعتبره منه منكم علي وفضل منكم علي فأسأل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء ويحفظ عليكم صحتكم يا رب العالمين وأسأل الله أن يكفيكم حسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وشماتة الشامتين وأسأل الله أن يرسل عليكم حفظة تحفظكم من بين يديكم ومن خلفكم. وأنا أعتبر ربما أخوكم الأكبر أو مثل والدكم فأنا تجاوز عمري 40 فيمكن بعضكم شباب أبو 20 و21 22 فأعود في عمر عيالي فأنا بتكلم في مقدمة قصيرة لن أطيل عليكم حتى أستمع بس إلى أسئلتكم. الساعة الآن 6:05 لن أطيل إن شاء الله على 10 ونص أكون خلصت مقدمتي بعدين أسمع أسئلة مقدمة قصيرة جدا ولا لا؟ طيب أو سأحاول إن شاء الله أني ما أطيل عليكم اللقاء كله ليس طويلا. من منة الله سبحانه وتعالى يا شباب على الإنسان أن يعطيه صحة يستطيع بها أن يمارس أمور حياته لأن فيه ناس يولدون أحيانا وهم معوقين أحيانا إما فاقد لسمع أو بصر أو يولد أحيانا من غير قدمين أو يولد أحيانا عنده مشكلة في الدماغ أو ضمور في القلب أو أي شيء. فإذا أحسن الله تعالى الإنسان وأتم خلقه لست أنت اللي اخترت هذا مش أنت اللي في بطن أمك اخترت أنه يكون خلقك تام طولك وعرضك ووزنك ومش أنت اللي اخترت الله سبحانه وتعالى الذي اختار. فإذا امتن الله تعالى عليك بهذا ووفقك إليه وآتاك الله سبحانه وتعالى صحة بلا شك أن هذا منة من ربنا سبحانه وتعالى وفضل وكرم يحتاج فعلا إلى شكر. والإنسان إذا شكر الله تعالى زاد مثل ما قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم أقسم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا أمر. الأمر الثاني ليس عيبا أن الإنسان يستثمر قدراته بعض الناس عنده قدرات أحيانا على الإقناع فيشتغل محامي ما هو بعيب أن يشتغل محامي ما دام أنه لن ينصر مظلوما لن ينصر ظالما عفوا أنه بيقف مع المظلومين وكذا ما هو بعيب. واحد عنده مثلا قدرة على أنه يشتغل فرضا عنده قدرة على المحاورة والتفاوض فاشتغل مسوق مثلا ما في بأس اشتغل القدرة اللي ربي مكنها لك اشتغل فيها مسوق. أو مثلا واحد أتاه الله تعالى قدرة على الدقة فاشتغل مهندس إلكترونيات أو واحد أتاه الله قوة في جسمه وقدرة على جسمه مرن معه فاشتغل مثلا في لعب الكرة هذا ليس في حرج على الإنسان. لكن كل إنسان يعلم أن هذا الأمر المباح اللي هو يشتغل به ينبغي أن يقدم لله تعالى الشكر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بل دينا ومن حث على